القصة مستوحاة من أحداث واقعية في عمارة قديمة في حي هادي من أحياء شبرا. كانت الشقة رقم 4 في الدور الرابع، مقفولة بقالها 17 سنة. محدش قرب منها، ومحدش حتى حب يسأل ليه. سكان العمارة اتعودوا يسمعوا أصوات فوق دماغهم ويطنشوا، لأن اللي فتح الباب قبل كده مقفلوش تاني. مصطفى كان شاب هادي بسيط، ساكن لوحده، وبيشتغل محاسب في شركة قريبة. ساب سكنه القديم ودور على شقة رخيصة يلم نفسه فيها بعد تجربة انفصال مؤلمة. لما شاف إعلان عن شقة إيجار قديم ب 350 جنيها بس، ما صدقش نفسه. كلم صاحب العمارة وراح على طول. العمارة كانت قديمة، سلمها غرقان في الغبار، واللمبة اللي على الباب بتقطع وتشتغل من نفسها. وهو طالع قابل راجل كبير في السن، كان بيبصله وهو بيعدي جنبه من غير ما ينطق. أول حاجة خد باله منها إن الشقة دي هادية، هادية بشكل غريب. لا أصوات جيران، لا دوشة، لا حاجة. بس أول ليلة الساعة كانت 1:13 بعد نص الليل، صحي على صوت خطوات فوق راسه. افتكر نفسه بيتهيأ له، بس الصوت كان واضح، تقيل، بيمشي واحدة واحدة. وبعدين وقف. بعدها سمع حاجة بتتسحب على الأرض، زي كأن في حاجة بتتجرى في السقف. مصطفى قام من نومه، فتح الشباك، بص لفوق، مفيش. ساب النور منور وراجع نام. بس قبل ما يقفل عينه سمع دقة خفيفة على حيطة أوضته، وجملة غريبة كأنها طلعت من قلب الجدار: رجع اللي خرج. تاني يوم سأل البواب عن اللي ساكن فوقه. الراجل لف وشه وقال له: الدور الرابع فاضي، ومش المفروض نسأل عنه، الدور ده اتقفل خلاص. بس مصطفى كان فضولي، وده كان أول غلطة. في الليلة اللي بعدها شاف حلم غريب. كان ماشي في ممر طويل كله أبواب مقفولة، بس باب واحد كان مفتوح شوية. جواه نور خفيف وريحة حريقة قديمة. لما دخل لقى حيطة مكتوب عليها: اللي بيدخل مش بيرجع لوحده. صحى مفزوع على صوت ضحكة طفلة صغيرة جاية من فوقه. المرة دي قرر يطلع بنفسه. طلع السلم ببطء لحد ما وصل للدور الرابع. الباب كان مترب، مقفول بقفل صدي، لكنه مفتوح بسيط، وكأن في حد مستنيه. أول ما فتح حس بالبرد، برد مش طبيعي رغم إن الصيف كان مولع. دخل الشقة، كانت فاضية، بس الأوضة اللي في آخر الطرقة كانت فيها ريحة دخان. دخلها لقى حيطة متفحمة وسرير صغير مكسور. على الحيطة مرسوم بقلم فحم صورة لراجل وست وطفلة، ووشه هو موجود في الصورة. لف بسرعة يخرج، بس الباب اتقفل بعنف وراه. حاول يفتحه، اتقفل عليه تماما. النور قطع، وصوت خربشة بدأ يجي من الأرض. لما بص لقى البلاط بيتحرك، كأن في حاجة تحت رجله. وبصوت خشن سمع: رجع اللي خرج قبل ما الدم ينشف. مصطفى فضل يخبط على الباب يصرخ، ولما اتفتح فجأة طلع جريا. بس من يومها حياته اتشقلبت. كل ليلة يشوف نفس البنت في الحلم، تبصله وتقول: أنا هنا تحت رجليك. لما راح للشرطة، ضابط عجوز قالوا إن الشقة دي اتحرقت سنة 2008، ولما دخلوا ملقوش جثث. اللي حصل إن راجل قتل مراته وبنته وحرق نفسه، بس محدش عارف يطلعهم، والحيطة اتشربت بالدم. رجع مصطفى وقرر يواجه الرعب. جاب معاه مصحفا ونازل بنفسه الشقة. المرة دي الأرض اتفتحت لوحدها وكأنها عايزة تبلعه، ومن تحت البلاط شاف جمجمة صغيرة بتبتسم. خرجها ودفنها بيده في مقابر الصدقة، وقرأ قرآن عليها. وساعتها حس بحاجة بتخرج من جسمه، زي روح كانت مربوطة فيه. لكن الليلة اللي بعدها الجيران سمعوا صوت بيصرخ من فوق. لما طلعوا ما لقوش مصطفى. الغريب إنهم شافوه بعدها بيتمشى في البلكونة بتاعت الشقة دي، رغم إن الدور الرابع ما فيهوش بلكونة أصلاً.